نبقى في الكويت، معنا من هناك أحمد الرايقي موفد العربية. أهلا بك أحمد. أولا حدثنا عن أجواء الكويت بعد ضمان أصحاب الضيافة التأهل إلى دور نصف النهائي. كيف عاشت الكويت هذا اليوم؟ لعله لا صوت يعلو فوق في سماء الكويت في هذا المساء فوق صوت خليجي 26 في الكويت. عاشت هذا الليلة وهذا المساء الكويت فرحة عارمة جدا بهذا التأهل، لا سيما وأنهم قبل بدء البطولة كانوا لا يرشحون منتخب بلادهم نظير النتائج التي كانت مع المدرب، لكن مع انطلاق البطولة وتحسن أداء اللاعبين والتأهل إلى الدور الأربعة حقيقة كان حضور جماهيري مميز، فرحة جماهيرية هستيرية جدا يعني. فسماء الكويت في هذا المساء كان اللون الأبرز الأزرق، والجزء الآخر منها كان اللون الأحمر العماني. في المقابل يعني جماهير عمان التي كانت تراهن على منتخب بلادها وأنه سيكون البطل قبل بدء الاستحقاق الخليجي، اليوم يعني وضعت أيديها على قلوبها مع المباراة، خصوصا وأني أنا وزميلي المصور سعود العلي عشنا أصعب اللحظات التي كانت فيها ركلة الجزاء. فكاميرا الزميل كانت تارة ما بين رابطة مشجعي المنتخب العماني وتارة مع رابطة مشجعي المنتخب الإماراتي، فرسم أجمل لوحة وصورة أثناء الهدف، فكانت تعابير حزينة جدا على محيا جماهير المنتخب الإماراتي. في المقابل فرحة هستيرية عند المنتخب أو أنصار المنتخب العماني. طيب أحمد، اليوم أنت كنت موجود في المؤتمر الصحفي للمدرب الفرنسي رونار قبل مباراة السعودية والعراق، وهي مباراة حاسمة ومصيرية للمنتخبين. كيف كان رونار اليوم في إدارته للحديث، أيضا في حديثه عن المنتخب، عن مشوار المنتخب في البطولة، وأيضا يعني قبل المباراة الحاسمة أمام العراق؟ طبعا رينارد مهما كان مدرب كبير وذكي جدا يحاول قدر الامكان ان يبتعد عن ما يثير الاعلاميين في اثناء حديثه، وبالتالي استبعد يعني كان ذكي جدا وقال انا لا اتابع ما يدور في وسائل الاعلام كافه، انا منشغل بالمنتخب، لذلك تركيزي كان على المنتخب. وهنا استبعد اي سؤال يكون يعني حول المنتخب السعودي او افراد اللاعبين او طريقه اللعب او التغييرات، الى جانب ما يدور ايضا في المنتخب العراقي او سؤال عن خصمه. لكن لعل عبد الله يمكن اكثر الزملاء هنا في المركز الاعلامي اليوم كانوا يتحدثون ان يعني ظروف المنتخبين متشابهه قبل المباراة، مع أنهم يؤكدون أنه نهائي مبكر، لكن ظروف المنتخبين ومشاكل والإشكاليات التي في المنتخب السعودي والعراقي متشابهة سواء على الصعيد الفني أو الإداري. لكن من المتوقع أن تكون مباراة يعني كبيرة جدا، ولعلنا في هذا المساء شاهدنا حراك جماهيري كبير جدا. يعني اليوم الكويت تشهد أو في هذا المساء يعني كثافة جماهيرية، يعني النزل كان أغلب النزل في الكويت والفندقة كانت يعني تكتظ بالجماهير القادمة من المملكة السعودية أو من العراق تحديدا لمتابعة هذه المباراة المرتقبة. أحمد الرايقي موفدنا إلى الكويت، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.